في الفيديو ده هنتكلم عن كل حاجة انت محتاج تعرفها عن البالمونري امبوليزم، من اول البرزنتيشن بتاع العيان لحد الانفستيجيشنز اللي انت محتاج تعملها والمانجمنت اللي بعد كده من حيث العلاج سواء شورت تيرم او لونج تيرم. فكوباية القهوة بتاعتك وسيب موبايلك وركز معايا. طيب، في القرن ال15 العلماء بدأوا يلاحظوا حاجة غريبة جدا، وهي انه ست تكون في شبابها وتكون لسه والدة والامور كلها تمام وفجأة قلبها يتوقف، لدرجة ان هم سموه حاجة شبه انه الموت الغامض اللي بيجي بعد الولادة، وما كانوش لسه عارفين السبب بتاعه ايه. لحد ما في القرن ال17 والعلماء بدأوا يعرفوا حاجة اسمها الاوتوبسي، والاوتوبسي هو ان هم يبدأوا يشرحوا الجثث علشان يدرسوها من حيث التشريح، من حيث الأعضاء بتاعة الجسم، تكوين الأعضاء نفسها، وفي نفس الوقت بدأوا يدوروا على الأسباب اللي ممكن تكون متعلقة بالوفاة علشان يدرسوها أكتر. ولكنهم لاحظوا حاجة غريبة جدا، وهو إنه الستات اللي كانت بتموت بدري وبعد الولادة واللي كانت قبلها كانت تمام، ما كانش في عندها أي مشاكل ولا أي أمراض ولا أي حاجة، لما كانوا بيشرحوا الجثث دي كانوا بيلاحظوا إن هو طبعا مش كلها ولكن معظمها كانوا بيلاحظوا إن هو في تكون دموي أو جلطة موجودة في الشريان الرئوي. بدأوا بعد كده يفكروا ازاي الجلطة دي بتتكون في المكان ده. الشريان الرئوي المفروض ان هو بيكون كبير، اشمعنى في المكان ده الجلطة بتقف؟ لحد ما جه العالم الألماني رودولف فيركاو واللي قدر انه يفسر تكوين الجلطة دي، وانها بالاساس بتتكون في الاوعية الدموية بتاعة الجلد لحد ما بتبتدي تتنقل وتوصل للرايت اتريوم وبعد كده للرايت فنتريكل، ومنها تروح على الشريان الرئوي وتسد الجزء ده اللي بيغذي الرئة. وفي الوقت ده سمى الجلطة دي بالامبوليزم، واللي اتعرفت بعد كده بالبالمونري امبوليزم. في الفيديو ده هنتكلم عن كل حاجة انت محتاج تعرفها عن البالمونري امبوليزم. فكوباية القهوة بتاعتك وسيب موبايلك وركز معايا. انا دلوقتي هبص على السكرين عشان اشرح منها، فمش هبقى باصص لكم انتم دايركت، فخليني اشرح من السكرين. اول حاجة، البالمونري امبوليزم ده هو عبارة عن جلطة موجودة في الشريان الرئوي، ممكن تكون في المين ترونك، ممكن تكون في أي فرع من الأفرع بتاع البالمونري ارتري أو البالمونري ترونك. طيب، المشكلة اللي بتحصل نتيجة لحاجة زي كده إنه بيكون في impairment للجاز اكسشينج. انا المفروض ان الدم اللي بيكون داخل في البالمونري ترونك المفروض ان هو بيكون محمل بالسي او 2 ورايح اللنج علشان يخرج السي او 2 اللي موجود فيه، وبعد كده يحمل نفسه بالاكسجين عشان ينتشر لباقي الجسم. اما يكون في جلطه سادة المكان ده، بالتالي مفيش دم هيوصل للجزء ده من الرئه، وبالتالي الاكسجين هيفضل محبوس ويحصل مشكله في الاكسجينيشن والفنتيليشن زي ما احنا عارفين. طيب، الاكبر من كده ان لو كانت الجلطه كبيره جدا فالبالمونري ترونك ده متصل دايركتلي بالهارت، فلو الهارت عمال بيحاول هو يضخ الدم وفي جلطة موجودة في المكان ده، فبالتالي الدم مش هيوصل في السيركيليشن الطبيعية بتاعته، وبالتالي ممكن يحصل هيمودايناميك كومبرومايز. بيقول لك انه مينلي انه الجلطة اللي بتتكون دي بتتكون في الأوعية الدموية بتاعة الرجل الأول، واللي بنسميها الدي في تي، وبعد كده بتبدأ تنتشر تروح للانفيرور فينا كيفا، وبعد كده الرايت اتريوم، الرايت فنتريكل، ومنها للبالمونري ترونك، وبعد كده البالمونري ارتريز، وبعد كده تنتشر في اللنج. طيب، اللي بيحصل بالظبط زي ما احنا شايفين هنا في الصورة دي، أول حاجة بيحصل البالمونري ارتري اوبستراكشن. هنا دي الجلطة اللي اتكونت في المكان ده، وبعد كده الهارت بيحاول ان هو يضخ الدم اجينست المكان اللي مقفول ده، فيحصل رايت فنتريكولار سترين، يعني بالبلدي ان الهارت بيحزق علشان يخرج الدم اللي موجود فيه واللي هو مش قادر ان هو يخرجه. بعد كده اللونجز تبتدي ان هي تستراجل علشان يحصل الجاز اكستشينج، وبيحصل worsening للجاز اكستشينج، وبعد كده ممكن يحصل فيها ما يسمى بالobstructive shock. بس لو سمحت، لو وصلت للجزء ده من الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب، ده هيشجعني ان انا اكمل اكتر، وهيساعد ان الموضوعات المهمة دي توصل اكبر قدر من الناس ويستفيدوا منها. طيب، العيان هيجي لك بيشتكي من ايه؟ العيان هيجي بيشتكي، طبعا هي جلطة فالموضوع بيحصل acute. طيب، هيجي بيشتكي من sudden onset dyspnea، فجأة عنده نهجان مش متفسر،
تاني حاجة إن هو بيبقى فيه عنده كمان pleuritic chest pain. pleuritic chest pain معناها إن هو لما بيحاول ياخد deep breath أو هو بيتنفس الوجع بيسوء وهو بيتنفس. يعني هو عنده الانتنسيتي مثلا بتاعة البين أيا كان هو بيوصفه مثلا كشارب بين أو أيا كان، بيبتدي لو هو سألته إن هو ياخد deep breath هيبتدي إن هو يحس إن الوجع بيسوء أكتر. تالت حاجة العيان ممكن يكون فيه هيموبتسيس، وهيموبتسيس معناها إن هو لما بيجي يكح ساعات ممكن يطلع مع الكحة يطلع فيها معاها دم. رابع حاجة ممكن يكون فيه palpitations. البالبيتيشنز دي بيكون سببها إنه الهارت بيحاول إن هو يضخ الدم، ولكن لأنه اللونجز مش قادر يوصل لها كمية الدم اللي هي متعودة إن هو يوصل لها قبل كده، فالهارت يبتدي يزود من معدل الضربات بتاعة القلب نفسها بحيث انه يوصل الكاردياك اوتبوت اللي كان بيطلع في الدقيقة وكان بيروح لللنج عن طريق ان هو يزود ضربات القلب. طيب العيان ده لما احنا نيجي بقى نفحصه، الساينز اللي بتكون موجودة على العيان ده، اول حاجة بيكون حاجة زي التكيبنيا، يعني العيان بيكون بينهج. مفروض ان معدل التنفس مثلا من 12 ل 20، هنلاقي ان العيان بيتنفس بمعدل اكتر من كده. تاني حاجة هنلاقي فيه تاكيكارديا، وزي ما قلنا العيان بيكون حاسس ان فيه بالبيتيشن، القلب بيحاول يسرع من معدل ضربات القلب بتاعته بحيث ان هو يوصل كمية دم اكبر. تالت حاجة البلوريزي، وده الحاجة اللي بنسمعها يكون صوت معين مش كتير قوي بنسمعه، قليل قوي بنسمعه، بيبقى موجود بس في الكتب، ولكن خليك عارف ان ممكن تسمع صوت زي البلوريزي هو مش النورمال ساوندز بتاعت اللنج اللي انت عارفها، ممكن يبقى ابنورمال ساوند، هو مش ميرمر ولكن abnormal sound بيروح وبيجي مع الريسبيريشن. لو كان العيان فيه massive pulmonary embolism هنلاقي ان العيان هايبوكسيك. خلينا نقول العيان العادي ممكن يكون الاكسجين ساتوريشن بتاعه عادي، ولكن في الماسيف pulmonary embolism، واقصد بالماسيف pulmonary embolism البلمونري الكبيره اللي سادة في البلمونري ترانك او سادة في main pulmonary artery، العيان ده هيكون فيه هايبوكسيا، هيكون فيه انكريز للجاجولار فينس بريشر، هنلاقي العيان ده مفيش دم، السيركيليشن بتاعته فيها جزء واقف، فبالتالي العيان ده ممكن يكون هايبوتنسيف. ولما بنيجي نعمل اي سي جي للعيان ده بنلاقي فيه الساينس بتاعت الرايت هارت سترين او رايت فنتريكولار سترين، والاذر ساينس بتاعت الرايت فنتريكولار سترينز واللي هنحاول نتكلم عنها كمان شويه. ثالث حاجه انه العيان ده زي ما احنا قلنا من شوية ان الجلطة دي بتنشأ من الرجل، من الديب فينس سيستم اللي موجود في الرجل والما يسمى بالدي في تي، فبالتالي لو لازم نفحص رجل العيان ده بنلاقي ان في ليج سويلنج، بنلاقي في تندرنس، بنلاقي في ارثيما، وكل الساينس بتاعت الدي في تي. طيب في عندنا خلي في دماغك دايما في 2 سكورز مهمين، بمجرد ما احنا بنتكلم عن البالمونري امبوليزم لازم يكون في دماغك الاثنين سكورز دول. اول حاجه هو الويلز سكور، وتاني حاجه هو البيرك سكور. طيب نبدا بالويلز سكور، واللي انت ما ينفعش تشوف عيان يكون جاي لك ببالمونري امبوليزم او يكون جاي لك بدي في تي من غير ما تكون طبقت عليه الويلز سكور. طبعا في ويلز سكور للبالمونري امبوليزم وفي ويلز سكور منفصل للدي في تي. احنا حاليا هنتكلم عن الويلز سكور بتاع البالمونري امبوليزم، واللي بيتكون من اكتر من نقطه. اول حاجه شوف اول نقطه قالها لك واللي بتاخد 3 بوينتس عليها، انه يكون في كلينيكال ساينز اند سيمبتومز للدي في تي. يعني العيان لو انت فحصت رجله ولقيت فيه كلينيكال ساينز، العيان اللي جاي لك بيشتكي من ديزنيا وجاي لك ببلوريتك تشيست بين وممكن يكون جاي لك هايبوكسيك او ديزنيك، تيجي تفحص رجله تلاقي ان في كلينيكال ساينس للدي في تي واللي في الغالب بتكون يونيلاترال، هنلاقي ان في ليج سويلنج، هنلاقي في اريثيما، هنلاقي في تندرنس موجوده على الكاف ماسل. الكلام ده كله لو لقيت فيه الساينس دي فده بيديني 3 بوينتس بترجح لي ان العيان ده ممكن يكون بالمونري امبوليزم. تاني حاجه ان يكون حاجه في العيان ده يكون جاله قبل كده بالمونري امبوليزم او يكون جاله دي في تي، يعني العيان ده نون ان هو قبل كده في بالمونري امبوليزم او دي في تي، ده يديني 1.5 بوينتس. ثالث حاجه ان العيان ده يكون immobilized اكتر من 3 ايام او يكون عمل سيرجري في الاربع اسابيع اللي فاتوا. عيان immobilized ممكن يكون عيان كبير في السن مثلا bed ridden او bed bound ما بيتحركش خالص، عيان ممكن يكون ستروك وقعد، عيان بعد العمليه ومش بيتحرك خالص، عيان كان عنده كسر مثلا في رجله ومركب جبس او بوت او اي حاجه من الحاجات دي وقاعد بقاله فتره ما بيتحركش، فبالتالي ده بيديني 1.5
بوينتس على التجميعه بتاعه السكور. بعد كده النقطه اللي بعدها الهارت ريت انه يكون اكتر من 100. ده معناها ايه؟ ان مش كل العيانين بتوع البلمونري امبوليزم هيجي بالهارت ريت اكتر من 100، ولكن لو الانيشيال هارت ريت في اول اسسمنت ليك لقيت انه اكتر من 100 هيديني 1.5 بوينت. بعد كده الهيموبسيس، لو العيان جاي لك بيكح دم ده هيديني نقطه. لو كان في هيستوري للمالجنسي، ليه في هيستوري للمالجنسي يديني نقطه؟ لانه المالجنسي يعتبر من البرو كواجولابل ستيت للعيان، زيه زي البريجننسي، زي الحاجات دي بتساعد على تكوين الجلطات في الدم. بعد كده لو وانت بتفكر في العيان ده في الساينس والسيمتومز بتاعه والشكوى اللي هو جاي لك بيها، انت مش لاقي تفسير تاني غير ان هو ده ممكن يكون pulmonary embolism، فده هيديك 3 نقط. طيب بعد كده انت بتبتدي تجمع السكور. انت بتفتح السكور البوينتس دي، تشوف العيان مجمع معاك كام نقطه. نفترض ان العيان مجمع نقطه ان هو كان عنده كلينيكال ساينس للدي في تي بلس ان هو مثلا الهارت ريت بتاعه اكتر من 100، فيبقى كده 4.5 بوينت. نبتدي ايا كان الرقم بتاع السكور اللي طلع لي، هبتدي ان انا اطبق عليه. اذا كان هو اكتر من 4.5 يبقى ساعتها البلمونري امبوليزم is likely diagnosis، ولازم ابروسيد للخطوه اللي بعدها واللي هتكون الايميجينج. ايميجينج معناها ان انا محتاج اعمل ايا كان بقى، هنتكلم عن ايه الحاجات الايميجينج المتاحه لينا، واللي هي ممكن تكون ايكو، ممكن تكون سي تي pulmonary angio، او ممكن تكون في كيو سكان. ولكن الشرط انه الايميجينج دي لازم تكون في خلال 4 ساعات من البرزنتيشن بتاع العيان. طيب نفترض انه العيان احنا مش قادرين نعمل له السي تي انجيو او ايا كان الايميجينج اللي احنا هنعملها، مش قادرين نعملها في خلال 4 ساعات، يبقى البديل ليها انه لازم نانتي كواجليت العيان. ونانتي كواجليت يعني نديله بلوث ثينر، حاجه تمنع تكون الجلطه او البروباجيشن بتاع الجلطه، واللي هنتكلم عن الحاجات دي بالتفصيل كمان شويه. ولكن اوفر اول ده المانجمنت اللي احنا هنعمله. يبقى العيان لو كان اكتر من 4.5 مجمع 4.5 بوينت على السكور، يبقى لازم نعمل ايميجينج في خلال 4 ساعات. مش هنعرف نعمل ايميجينج في خلال 4 ساعات، يبقى لازم نانتي كواجليت العيان. طيب لو قدرنا انه احنا نعمل الايميجينج واللي هي هتكون عباره، خليني اشوف لك الايميجينج. الايميجينج هنتكلم عليها هنا كمان شويه، ولكن خليها دلوقتي على جنب. طيب عملنا الايميجينج وطلع ان هو بوزيتيف بالمونري امبوليزم، هتعامل معاه خلاص ان هو بالمونري امبوليزم والعلاج اللي هنتكلم عليه كمان شويه. ولكن نفترض انه العيان من الاول اصلا كان مجمع اقل من 4.5 بوينتس على السكور بتاع ويلز سكور، هيبقى ساعتها الخطوه اللي بعدها لازم نعمل الدي دايمر. طيب لو الدي دايمر بتاعي طلع ان هو بوزيتيف، يبقى هتعامل معاه على انه pulmonary embolism ولازم اعمل له ايميجينج. مش هعرف اعمل ايميجينج، يبقى ادي الانتي كواجيليشن لحد ما ابدا اعمل ايميجينج. في المكان اللي انا بشتغل فيه كاكزامبل، العيان لو ما بيبقاش متاح ان احنا ممكن نعمل مثلا السي تي بالمونري انجيو بعد الساعه 5، فبالتالي مثلا نفترض ان انا شفت عيان الساعه 5 او 6 بالليل جاي ببلوريتك تشيست بين وكل الساينس والسيمتومز بتاعت البالمونري امبوليزم، بنرنج فور ذا سكان. المفروض ان هو هيكون تاني يوم الصبح، ممكن يكون الساعة 9، ممكن يكون 10، ممكن يكون بعدها بيومين ايا كان. طب في خلال الوقت ده مش معقول ان انا مثلا هفضل حاجز العيان عندي في المستشفى او العيان هروحه البيت من غير اي حاجه، فبالتالي بعمل انتي كواجيليشن ايا كان الانتي كواجيليشن المناسب للعيان ده لحد ما العيان يروح البيت، وبعد كده نكلمه ويرجع تاني عشان يعمل سي تي انجيو. احنا كده كده العلاج بتاعها هيكون ايه؟ انتي كواجيليشن. يعني مش هتفرق معايا دلوقتي انا عرفت هو عنده بالمونري امبوليزم ولا لا، بس خلاص يعني انا بالسيمتومز والساينز والويلز سكور وخلاص هو معتمد في كبروتوكول احنا ماشيين عليه. مجمع اكتر من 4.5، مش متاح عندي ان انا اعمل ايميجينج، اديله الانتي كواجيليشن لحد ما يجي تاني يوم ونعمل السي تي انجيو نتاكد ان في بالمونري امبوليزم، وبعد كده هقول لك المانجمنت بتاع العيان زي ده. طيب انا العيان لقينا ان هو مجمع اقل من 4.5 وعملنا الدي دايمر بوزيتيف، قلنا خلاص ايه هنمشي في سكه ان هو بالمونري امبوليزم. طب طلع ان الدي دايمر نيجاتيف، يبقى ساعتها بنكسكلود الايه؟ البالمونري امبوليزم. طيب يبقى ده اسمه الايه؟ الويلز سكور. ولازم اي عيان يكون جاي لك بالبالمونري امبوليزم لازم تطبق عليه الويلز سكور، لانه هيساعدك كتير قوي في المانجمنت بتاع العيان. افرض العيان مش مجمع اي حاجه من الحاجات دي، خلاص يبقى في الغالب يعني مش بالمونري امبوليزم. انت شايف في عندك سبب تاني للديزنيا، ممكن يكون السبب تاني للديزنيا مثلا يكون بلورال افيوجن، ممكن يكون بانيك اتاك، ممكن يكون اي حاجه تانية في الدنيا. فمش كل عيان هيجي لك تعمل له سي تي انجيو. مظبوط؟ طيب
تاني سكور اللي اتكلمنا عليه وهو البيرك سكور، والبيرك سكور ده هو السكور بتاع الحد الخبرة. يعني انت لازم تكون شفت كمية عيانين مهولة من البulmonary embolism عشان تبقى عارف تطبق البيرك سكور. البيرك سكور ده بيساعدني ان انا اكسكلود العيان ده ان هو يكون pulmonary embolism من غير ولا اعمل دي دايمر ومن غير ولا اعمل سي تي pulmonary angio. بمعنى ايه؟ نفترض ان هو عيان، خلينا اديك السيناريو ده زي ما انت شايف هنا كاتب لك ايه، ان هو بنستخدمه لو واحد عنده خبره. يعني عيان مثلا عنده 25 سنه او واحده ست عندها 25 سنه جايه لك بشارب تشيست بين، والتشيست بين دي حصلت بعد مشكله مثلا زي حصل بانيك اتاك او اي حاجه زي كده. الهارت ريت بتاعها كان 90 يعني اقل من 100، الساتوريشن بتاعها 99 يعني ما فيش هايبوكسيا، ما فيش اي ريسك فاكتورز. الست دي ما هياش مثلا بتاخد هرمونال تريتمنت، ما كانش في عندها بالمونري امبوليزم قبل كده، ما هياش حامل مثلا دلوقتي، ما فيش مالجنسي، ما كانش عامله عمليه قريب مثلا او حاجه من الحاجات دي، و شكلها كويس يعني. وانت عندك تفسير تاني اهو للموضوع، انت تيجي تجمعها على الويلز سكور، الويلز سكور بتاعها ممكن يكون صفر. طيب نيجي نشوف البيرك سكور ده. في الغالب العينه دي انت مش محتاج تعمل لها دي دايمر، مش محتاج مثلا افرض ما فيش دي دايمر متاح معاك مثلا دلوقتي او ايا كان، وانت مش معقول العيان دي مثلا عندها 25 سنه وتروح تعمل لها سي تي بالمونري انجيو. طيب طيب البيرك سكور المكونات بتاعته عباره عن ايه؟ لو كان العيان اقل من 50 سنه تمام، يبقى ده بيميت الكرايتيريا ان هو تقدر تاكسكلود البالمونري امبوليزم. خد بالك لازم يكون مجمع كل النقط دي. هم كام نقطه؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. لازم يكون مجمع الثمان نقط دول يكونوا نيجاتيف، ما يكونوش موجودين في العيان. يعني العيان ده اقل من 50 سنه يبقى كده بيميت الكرايتيريا، لازم يكون اقل من 50 سنه، لازم يكون العيان الهارت ريت بتاعه الانيشال هارت ريت بتاعه اقل من 100، لازم العيان يكون الانيشال اوكسجين ساتوريشن بتاعه اكتر من 94%، لازم يكون ما فيش يونيلاترال سويلنج، وانا هنا اقصد دي في تي، لازم ما يكونش فيه هيموبسيس، لازم ما يكونش فيه سيرجري او تروما في اللاست 4 ويكس، لازم ما يكونش فيه هيستوري للبالمونري امبوليزم او دي في تي، لازم ما يكونش فيه هيستوري او هرمونال تريتمنت زي الاستروجين، او واحده ست ماشيه على اتش ار تي، او واحده ماشيه على كونتراسبتيف بيلز، او الحاجات دي كلها الحاجات دي بتساعد ان هي تكون جلطه. فبالتالي لازم الحاجات دي كلها تنطبق على العيان، لازم يكون بيميت الكرايتيريا علشان اقدر اطبق البيرك سكور. طب نفترض ان العيان مجمع 7 نقط من دول ولكن سنه عنده 51 سنه، يبقى ساعتها doesn't meet the criteria، ولازم تمشي على الويلز سكور، ولازم تعمل الدي دايمر لو كان هو جايب الهيستوري بتاعت البلوريتك تشست بين والديزنيا والساتوريشن والكلام ده كله. لازم نطبق الويلز سكور ونشوف اذا كان هو محتاج يتعمل له سي تي انجيو، اذا كان هو هيتعمل له الدي دايمر، ونطبق الويلز سكور بالطريقه اللي احنا اتكلمنا عنها دي. ده من بعيد شويه شكل الايه التو سكورز بتوعنا. قلنا الويلز سكور والبيرك سكور، وقلنا الويلز سكور الكات بوينت بتاعتنا 4.5، لو اكتر من كده يبقى likely، لو اقل من كده يبقى less likely او unlikely. والخطوه اللي بعدها انك لازم تعمل الدي دايمر. الدي دايمر لو كان بوزيتيف يبقى تمشي كانه pulmonary embolism، لو كان نيجاتيف يبقى نيجاتيف بتاكسكيوت pulmonary embolism، وروح دور لك على اي سبب تاني. طيب ايه الانفستيجيشنز اللي احنا محتاجين نعملها في العيان اللي زي ده؟ اول حاجه بيبقى شويه حبشتكنات كده لازم نعملها لاي عيان جاي لك اصلا المستشفى، جاي لك الاي ان اي او جاي لك بشورت اوف بريث. لو انت ما اتفرجتش قبل كده على كنت انا عملت فيديو عن حاجات الشورتنس اوف بريث والكلام ده كله، ممكن ترجع تشوفه. من اول حبشتكنات اللي احنا بنعملها لاي عيان جاي لك بالديزنيا والكلام ده، ان لازم نعمل له الاي بي جي. الاي بي جي علشان نشوف اذا كان في هايبوكسيا بلس ان هو ممكن يبقى فيه هايبوكابنيا. يعني ايه هايبوكسيا وهايبوكابنيا؟ هايبوكسيا يعني بنلاقي ان الاكسجين بتاعه البارشال بريشر بتاع الاكسجين بتاعه قليل، ممكن الساتوريشن بتاعه قليل، او البي اي او 2 بتاعه بيكون قليل، بلس هايبوكابنيا. هايبوكابنيا معناها سي او 2 وش. نتيجه العيان ده ديزنك، العيان ده عمال بيتنفس بسرعه تكبنك، فبالتالي عمال بيعمل سي او 2 وش، فبنلاقي ان كميه الاكسجين اللي موجوده في دمه قليله، بلس ان ثاني اكسيد الكربون اللي موجود في دمه قليل، وده بنسميه تايب 1 ريسبيراتوري فيلير. ولو انت عايز تعرف اكتر عن الفرق ما بين التايب 1 والتايب 2 ريسبيراتوري فيلير، ممكن ترجع للكورس اللي انا شرحته عن البلود جازز، موجود كامل
هاحاول أطلعه لك في الآي اللي بتظهر على الشاشة من فوق دي سواء هنا أو هنا، عشان تشوف البلود جاز وتفهم يعني إيه الفرق ما بين التايب 1 والتايب 2، وإزاي تعرف تعمل انتربريتيشن للاي بي جي أو أي بلود جاز، وإمتى تعمل اي بي جي وإمتى بتعمل في بي جي. فكورس مهم جدا قوي، شوفوه. تاني حاجة محتاج تعملها العيان ده، أي عيان جاي لك في الدنيا بتشيست بين، أي كان تشيست بين حتى لو كان بانيك اتاك وجاي لك بتشيست بين، اعمل له اي سي جي. الاي سي جي في الغالب في العيان ده بيكون نون سبيسيفيك، تمام، ولكن ساعات بيكون هيوريك ان هو ممكن العيان ده يكون تاكي كاردياك، هنلاقي ان الهارت ريت بتاعه اكتر من 100 وده هيدينا النقطه على الويلز سكور في البلمونري امبوليزم. تاني حاجه ان ممكن الاقي فيه حاجه زي حاجه اسمها S1Q3T3، وانا جايب لك اي سي جي هنا عشان تشوف شكل S1Q3. S1 Q3 T3 يعني ده الليد 1 وده الليد 3. S1 يعني في الليد 1 هنلاقي فيه الاس ويف بتبقى كبيره بالشكل ده، بلس ان في الليد 3 هنلاقي ان في الكيو ويف موجوده، بلس ان بيبقى في انفيرتد تي ويف. يبقى في الليد الاولاني بيكون الاس 1 كبيره شويه، في الليد الثالث هنلاقي فيها كيو ويف، وانا هعمل كورس شارح فيها الفرق ما بين الباثولوجيكال كيو ويف والكيو ويف الثانيه اللي بتكون حاجه عاديه خالص، والفرق ما بينهم وازاي تعرفها، وبتكون مدتها اكبر من قد ايه والدبث بتاعها اكتر من قد ايه. ولكن خليك عارفها دلوقتي على جنب، ان بيكون فيها الساينس بتاعت الرايت هارت سترين او الرايت فنتريكولار سترين واللي هي الاس 1 كيو 3 تي 3. طيب تاني حاجة ان ممكن تلاقي العيان ده ممكن يبقى فيه رايت باندل برانش بلوك، وانا هعمل فيديو كامل عن رايت باندل برانش بلوك، وزي ما قلنا في الرايت فنتريكولار سترين. اي عيان جاي لك بتشيست بين لازم تعمل له اي بي جي، يتعمل له اي سي جي، يتعمل له تشيست اكس راي. 3 حاجات اي عيان بتشيست بين لازم يتعمل، ده زي كده كومبو كده، اي عيان جاي لك بيه اعمل له ال3 حاجات دول. هتعمل تشيست اكس راي. الشيست اكس راي احنا طبعا بيبقى فيه طبعا عين جالك تشيست بين، ممكن يكون بالمونري امبوليزم، ممكن يكون بلورال افيوجن، ممكن يكون نيموثوركس، ممكن يكون بيريكارديال افيوجن، ممكن انلارجمنت للميدياستاينم، ممكن يكون فورين بودي، ممكن يكون مليون سبب. فلازم تعمل تشيست اكس راي عشان تكسكلود الاذر كوزز بتاعت الايه الديزنيا او البلوريتيك تشيست بين او التشيست بين بصفه عامه. طيب التشيست اكس راي often بيكون نورمال، في الغالب هيكون نورمال، ولكن ساعات ساين بيبقى اسمها الهامبتون ساين او الهامبتون هامب او الويدج انفاركشن. نتيجه لايه؟ يا جماعه بصوا هنا ده الايه ده الهارت اهو، وبعد كده البالمونري ترانك بيبقى موجود هنا بيغذي دي الليفت لونج وهنا الرايت لونج. فبعد كده الرايت لونج بعد كده يبتدي البالمونري ارتري يبتدي يتشعب لارتري صغيره خالص، كل ارتري مثلا حبه يطلع هنا فوق وحبه يطلع هنا وحبه يغذي هنا، فهنا حصلت الكلوت، الجلطه حصلت في المكان ده، فبالتالي منعت الدم اللي واصل لكل الجزء ده، وده هنا بنسميه ويدج انفارشن. انفارشن يعني جزء ميت من القلب، تمام، زي مثلا مايكارديال انفارشن، جزء ان هو بدا يموت من القلب او جزء ميت من القلب. طيب يبقى هنا حصلت الجلطه هنا فعملت شكل الويدج انفاركشن، ودي من ضمن الساينس ان احنا لو شفناها تبقى شبه، ممكن ساعات تبقى شبه النمونيا، ولكن دي بالشكل الويدج الهامبتون هامب ده بيكون في الغالب بالمونري امبوليزم. بعد كده طبعا اي عيان جاي لك بديزنيا وتشست بين هتعمل له البلودز هتعمل الروتين بلودز بتاعتك، الفول بلود كاونت، السي ار بي عشان تشوف اذا كان في انفكشن، الوايت سيل كاونتس عشان تشوف برضه لو كان في انفكشن، الروتين بلودز، الليفر فانكشن، الكدني فانكشن. بلس ما تنساش انك لو العيان ده بيسبورت الهيستوري بتاع ان هو ممكن يكون بالمونري امبوليزم، ما تنساش انك تعمل الدي دايمر، لان زي ما احنا قلنا من الاول ان الدي دايمر هو جزء من الويلز سكور. لو هيساعدك اذا كان الويلز سكور بتاع العيان اقل من 4.5 هتعمل الدي دايمر، لو لقيته عالي في الغالب انت محتاج تعمل ايميجينج. طيب يبقى هنا ده ايه شويه الحبشتكنات اللي احنا قلنا عليهم هنعملهم في اي عيان جاي لك بتشيست بين والديزنيا. بعد كده الحاجه بقى اللي سبيسيفيك للعيان بتاع البالمونري امبوليزم، زي ما احنا قلنا في الويلز سكور، نرجع هنا تاني احنا قلنا ان احنا محتاجين نعمل ايميجينج خلال 4 ساعات، افتكر دايما خلال 4 ساعات دي، عشان لو اكتر من كده يبقى انت محتاج تدي انتي كواجيليشن لحد ما تعمل السي تي او ايا كان الايميجينج اللي احنا محتاجين نعملها. طيب الايميجينج بقى اللي احنا نعملها في العيان ده، في عندنا 3 اوبشنز واتكلمنا عليهم باختصار قبل كده، ان هو في السي تي بالمونري انجيو وده الجولد ستاندرد. تاني حاجه الفي كيو سكان، ده لو كان السي تي انجيو كونترا انديكيتد،
تمام. والبوكس او الايكو ده لو كان العيان unstable. العيان unstable خاصه في العيان بتاع الماسيف pulmonary embolism هيكون hypotensive hypoxic، عيان ما ينفعش اصلا يطلع من الريسوس من عندك، فبالتالي انت محتاج تعمل حاجه تكون بيت سايد جنب العيان. الالترا ساوند بيكون متاح في الريسوس. اعمل الالترا ساوند بتاعتك، ممكن يبين لك قد ايه ان الرايت فنتريكل انجوجد، مش بيبومب بالشكل الطبيعي بتاعه، هيساعدك في تشخيص البلمونري امبوليزم. طيب نرجع تاني للجولد ستاندرد بتاعنا اللي هو السي تي بالمونري انجيو، وده السي تي دي مجرد بس صوره واحده من او كات واحد من السي تي. الجزء الابيض اللي احنا شايفينه ده البلمونري ترانك، وطالع منه البلمونري ارتريز، الرايت والليفت بالمونري ارتري. شايفين الجزء الهايبو ده اهو؟ يعني المفروض ان الجزء ده يكون بالظبط لونه ابيض نفس الشكل ده، ولكن الجزء ده هنا هو ده الايه البلمونري امبوليزم اللي موجوده في البلمونري ترانك. انت مش محتاج تكون اكسبرت في انك تقرا السي تي بالمونري انجيو، ولكن ما يكون المفروض ان يكون في راديولوجيست او حاجه زي كده ان هو بيقرا لك، لان لو هي موجوده في الترونك ماشي سهل قوي انك انت تعرفها، ولكن لو كانت موجوده في الاذر pulmonary vessels ممكن تبقى صعب عليك انك تعرف تقراه. فمش شغلتك قوي. طيب يبقى ده السي تي بالمونري انجيو، وده الجولد ستاندرد. تاني حاجه الفي كيو سكان، وقلنا ده بيكون لما يكون السي تي بالمونري انجيو كونترا انديكيتد، يعني ده مش رقم واحد. ولكن نقطه مهمه قوي تعرفها، الفي كيو سكان ده بيبقى تابع نيوكلير ميديسن، ممكن يبقاش موجود في كل الاماكن، موجود في المكان اللي انا بشتغل فيه، ساعات ممكن يبقى عطلان. ولكن بنعمله امتى؟ مثلا يكون كونترا انديكيشن للسي تي بالمونري انجيو في حالات العيان يكون عنده الرجي للكونتراست. سي تي بالمونري انجيو معناها كونتراست، تحقنه العيان. ممكن العيان ده ما ينفعش انك تحقن له بسبب ان هو عنده الرجي وحصل له قبل كده انافلاكسس من حاجه زي كده، فمش هينفع انك انت تستخدمها. ثاني حاجه ان يكون عنده رينال ديسفانكشن، زي الاي جي اف ار بتاعه اقل من 30. زي عشان كده قلنا في البلودز اللي احنا بنعملها بنعمل الرينال فانكشن، وعلشان نتاكد ان نشوف الاي جي اف ار والكرياتين بتاعه اذا كان الاي جي اف ار اقل من 30. تالت حاجه واللي يعتبر برضو ريلاتيف كونترا انديكيشن في البريجننسي، علشان الهارم اللي ممكن يتاثر على البيبي لو انت عرضته للراديشن بلس الكونتراست ميديا اللي انت بتحقنه للعيان. يبقى دول الايمجنج اللي احنا محتاجين نعملها، ودي كل الانفستيجيشنز اللي احنا محتاجين نعمله للعيان بتاع البلمونري امبوليزم. يبقى الحبشتكنات الاي بي جي والاي سي جي والشيست اكس راي بلس البلودز بتاعتك. ما تنساش تعمل الرينال فانكشنز، تعمل الدي دايمر، وتعمل السي ار بي والوايت سيل كاونت او الفول بلود كاونت او السي او السي بي سي زي ما بنقولها، عشان نكسكلود انفكشن ونكسكلود الاذر كوزز. بلس ان ايه بنعمل ايمجنج بتاعتنا، وقلنا السي تي بالمونري انجي هو الجولد ستاندرد، وبنلجا للفي كيو سكان لو كان كونترا انديكيشن، والبوكس او الالترا ساوند لو كان العيان انستيبل. طيب بعد كده العيان ده هنعمل معاه ايه؟ العيان ده زي ما احنا قلنا هنقسمه لحاجتين. العيان ده ممكن يكون ستيبل، واحد جاي لك على رجليه وبيتكلم عادي بس جاي باكيد onset short of breath وبلوريتيك chest pain والكلام ده كله. لو كان ستيبل العيان ده اذا كان محتاج اكسجين اديله اكسجين. تمام. محتاج اكسجين يعني ايه؟ يعني العيان يكون الساتوريشن بتاعه اقل من 94%، او اذا كان سي او بي دي يكون العيان اقل من 88%، ساعتها تديله الاكسجين اللي هو محتاجه. العيان جاي لك ببلوريتيك تشيست بين، اديله انالجيزيا، اديله بين ريليف بين كيلرز علشان تكنترول البين. ساعات ممكن البين يدخل عيان في انكزايتي اكتر ويخليه شورت اوف بريث اكتر وتاكي كاردياك اكتر، فاديله بين ريليف. العيان طبعا محتاج تعمل له انتي كواجيليشن، تديله الانتي كواجيليشن وهنتكلم عنها بالتفصيل بالظبط ايه الانتي كواجيليشن المناسبه، الشورت تيرم اللي هتديه للعيان واللونج تيرم اللي هتديه. اصلا هو ما هواش دواء سخونيه هتديه للعيان وهيمشي وهيبقى هتدوب الجلطه، لا ده علاج هيبقى لونج تيرم، على الاقل ممكن يكون 3 شهور على حسب السبب، وهنشوف دلوقتي الاسباب والعلاج بتاعه هيكون عامل ازاي. يبقى قلنا الاكسجين، هنديله الانالجيزيا، هنعمل انتي كواجيليشن، وين تو ادمت العيان. امتى تادمت العيان؟ والله اذا كان العيان اصلا مش هيقدر ان هو يكون كومبلاينت على التريتمنت بتاعه لو انت روحته البيت. اذا كان العيان مثلا محتاج اكسجين، وانت هتروح العيان على اكسجين في البيت ازاي؟ هو محتاج اكسجين، محتاج تعمل له ادميشن. اذا كان العيان مثلا مش مثلا عيان هو عنده ستروك او حاجه زي كده، او هو مثلا بعد عمليه ومحتاج عنايه بشكل اكبر شويه، محتاج مالتي ديسيبلينري تيم او ديسيجنز او حاجه زي كده، فمحتاج انك انت تعمل له ادميشن. ولكن في الغالب الكرايتيريا بتاعت الادميشن لو كان عيان تاكي كاردياك مثلا اكتر من 110، ما ينفعش تروح عيان البيت وهو الهارت ريت بتاعه اكتر من 110.
فانت لازم تكيب اندر اوبزرفيشن لحد ما تبتدي انك انت تبدا له العلاج والعيان يبقى فولي انتي كواجليشن، او مش هقول فولي انتي كواجليشن، الموضوع ده هياخد فتره شويه، ولكن العيان ستيبل انف انك انت ممكن تروحه. والموضوع ده بيكون يعني بيبقى وجهه نظرك انت كدكتور او كفريق دكاتره، وبناء على الخبره هيساعدك انك تاخد قرار حاجه زي كده. وقلنا يبقى الاكسجينيشن، انالجيزيا، الانتي كواجليشن، وين تو ادمت. دايما استشير حد اكبر منك، العيان ده محتاج يتعمل له ادميشن ولا تمام احنا ممكن نديله الانتي كواجليشن ونروحه. طيب لو العيان بقى unstable وش هيكون محتاج اكسجين، هيكون الاكسجين بتاعه هيكون هايبوكسيك، هيكون عيان هايبوتنسيف محتاج ان انا اديله فلويدز. بس افتكر ان ده obstructive shock، يعني ممكن الهارت فيه حاجه سده المخرج بتاعه، الاوتبوت بتاعه الرايت فنتريكل. فخد بالك، خليك دايما كوشس، خليك دايما حذر وانت بتدي للعيان ده. اديله سمول بولسز للاي في فلويدز، اديله 50 ب 50، اديله 100 ب 100 او 250 ب 250 بالراحه. حاول ترفع ضغطه بالراحه، ولكن ما تديلوش هاي فوليوم اي في فلويد وبعد كده فجاه تلاقي العيان انت عملت اوفرلود للعيان، والعيان يخش منك بدل كان هو مثلا حبه صغيرين في obstructive shock وانت دخلته في دمرته يعني. طيب العيان ده زي ما قلنا ممكن يكون في obstructive shock، وبالتالي محتاجين نديله فازو بريسرز. الفازو بريسرز بيكون زي النور ادرينالين. العيان في الماسيف بالمونري امبوليزم بنكونسيدر حاجه اسمها ثرومبولايسيس اللي هو مذيب للجلطه. ساعات في بعض الاماكن الكبيره بيبقى فيه متاح فيها مذيب للجلطه. بمجرد ما انت بتكونفيرم ان العيان ده عنده ماسيف بالمونري امبوليزم، هايبوكسيك، شوكد، وسسبكت بالمونري امبوليزم، او عملت السي تي انجيو او عملت الالترا ساوند بيت سايد الترا ساوند ولقيت ان هو هاي بوسيبيليتي ان هو يكون كلوت كبيره سد المين ترانك او المين بالمونري ارترز او حاجه زي كده، ساعتها بيبقى افضل حل ليه ان هو انت تعمل له ثرومبولايسيس المذيب بتاع الجلطه. ساعات بنكونسيدر سيرجيكال امبوليكتومي او الكاثيتر دايركتد ثيرابي لو كانت افيلابل في بعض السنترز، يبقى متاح فيها انك انت ممكن تعمل قسطره للعيان، تدخل تفتت الجلطه بتاعتك وتخرج تاخدها معاك وخلاص وكأن شيئا لم يكن. ده متاحه، في الغالب مش متاحه يعني. فانت عندك الاوبشنز بتاعتك انك بتدي الاكسجين، الفلويدز، الانتي كواجيليشن، الثرومبولايسيس لو كان العيان unstable. يبقى ده الحاجات اللي انت تعملها على حسب هو ستيبل او unstable. طيب اتكلمنا من شويه قلنا بقى في حاجه اسمها الانتي كواجيليشن. انتي كواجيليشن عندي 3 حاجات. اول حاجه اللو موليكولر ويت هيبرين، وده بيكون الانوكسابارين 1 ملغ بير كيلوغرام. يعني العيان مثلا لو وزنه 80 كيلو او خلينا نقول مثلا عيان وزنه 50 كيلو، يبقى هو محتاج ياخد 50 ملغ بير كيلوغرام. الحقنه في الغالب الحقنه الواحده بيكون فيها 40 ملغ، فانت بتادجست، يعني ممكن تبقى اقل شويه او ممكن تبقى اكتر شويه. وده بياخده سبكوتينيوس كل 12 ساعه. وده اللو موليكولر ويت هيبرين بيبقى دايما محبذ اكتر في العيانين بتوع البريجننسي، لان البريجننسي بيبقى كونتر انديكيتد ان احنا نديهم الدواكس اللي هنتكلم عنهم كمان شويه زي الابيكسابان والريفاروكسابان. فبيبقى بريفيرد اي عيانه بريجننت وسسبكت بالمونري امبوليزم وكونفيرم ان هي بالمونري امبوليزم، او حتى لحد ما تعمل ايمجنج بتاعها، بيبقى العلاج بتاعها اللي انت بتديها الحقن بتاعه البطن اللي هي الانوكسابارين او بيسموها الكليكسين. وده بيكون لو موليكولر ويت هيبرين وبيكون كل 12 ساعه. طيب تاني حاجه المتاح لينا بيكون الانفراكشنيتد هيبرين. يبقى ده لو موليكولر ويت هيبرين فراكشنيتد، وده انفراكشنيتد هيبرين. الانفراكشنيتد هيبرين بيبقى بنديه في حالات العيانين اللي هو عندهم سيفير رينال امبيرمنت زي الاي اف ار بتاعهم اقل من 15. في الماسيف بالمونري امبوليزم لما يكون الثرومبولايسيس متاح وان احنا بنكون هنعمله، ولكن لحد ما احنا نعمل السي تي او الكلام ده كله، فممكن ندي الانفراكشنيتد هيبرين. الميزه في الانفراكشنيتد هيبرين ان هو سهل قوي انك انت تريفيرس، او بيكون ليه شورت هاف لايف، فبالتالي انت ممكن بمجرد ما انت هتوقفه خلاص الافكت بتاعه وقف، وممكن تبتدي العيان تعمل له ثرومبولايسيس او تدخله يعمل امبولكتومي لو كان محتاج. مشكلته ان هو بيبقى محتاج تعمل APTT مونيتورنج، وده بيكون في الكواجيليشن بروفايل بتاع العيان، فمحتاج تقعد تسحب دم كل شويه وتعمل مونيتورنج تتاكد ان الامور تمام. ولكن حللنا
مشكلة إن العيان اللي يكون عنده renal failure أو مشكلة في الكدني، أو في العيان اللي هو ممكن يدخل يتعمل thrombolysis أو embolectomy. فخد بالك انك محتاج تعمل APTT مونيتورنج، وفي الغالب الحاجات دي بتكون محتاجه ICU. طيب الدواكس اللي هو زي الابيكسابان والريفاروكسابان، ده هو الفيرست لاين حسب النايس جايد لاينز سنه 2020. ده الفيرست لاين للتريتمنت في الستيبل PE. اي عيان جاي لك بالمونري امبوليزم ما كانش كانسر بيشنت، وحاليا بنستخدمه في الكانسر بيشنت عادي، ولكن اذا كانت مثلا بريجننت هتديها لو مولكيولر ويت هيبرين. انا بتكلم على ستيبل بيشنت. يبقى لو كانت بريجننت هتديها لو مولكيولر ويت هيبرين، اذروايز ممكن تدي الايه الدواكس اللي هو الابيكسابان والريفاروكسابان، unless يعني هو كان allergic لحاجه زي كده، فلازم تسال عيان على الالرجيز بتاعته. طيب قلنا الابيكسابان ده الفيرست لاين، بتدي له قد ايه؟ اول 7 ايام هتدي له ابيكسابان 10 ملغ twice per day، 10 ملغ twice per day زي ما انت شايف هنا. وبعد كده بعد 7 ايام يعني في اليوم الثامن هتبدا تديله هيبقى 5 ملغ twice per day. ما بينفعش نديه في البريجنانسي، ما ينفعش نديه في البريست فيدنج، ما ينفعش نديه في الرينال فيلير. قلنا في الرينال فيلير بندي الانفراكشنيتد هيبرين. وما ينفعش نديه في الليفر امبيرمنت. ممكن ندور بقى على بديل اذا كان هندي بقى الايه اللو مولكيولر ويت هيبرين او هندي الانفراكشنيتد هيبرين. وخد بالك دي ممكن تكون بعض الانديكيشنز للادميشن برضه. افرض عيان رينال فيلير انت محتاج تعمل له ادميشن. طيب ده بالنسبه للشورت تيرم تريتمنت، يعني الحاجه اللي انت تعملها دلوقتي انت كدكتور طوارئ، الحاجه اللي انت هتعملها دلوقتي. الجزء اللي بعده اللي هو اللونج تيرم تريتمنت، واللي هو يعني مش تخصصي انا كطوارئ او مش تخصصنا احنا كناس بتوع طوارئ، ولكن برضه خليك تكون عارفه ان هو اللونج تيرم تريتمنت لو كان بروفوكد PE، لو كان بروفوكد بالمونري امبوليزم. يعني ايه بروفوكد؟ يعني انا عارف السبب زي ان هو مثلا يكون حصل له تروما مثلا، او العيان يكون في سيرجري مثلا قريبه، او ان العيانه مثلا ماشيه على HRT، او العيانه بتاخد اي other hormonal treatment زي contraceptive pills. فيبقى لازم اوقف السبب، اوقف العلاج اللي هي بتاخده HRT او contraceptive pills. العيان اللي عنده عامل كاست مثلا في رجله، عامل جبيره في رجله، ونتيجه لكده ان حصل له جلطه في الرجل وانتشرت للرئه، بمجرد ما هو يخلص العلاج بتاع الجبيره بتاع الكسر وان انا اشيل الجبيره، يبقى ده اسمها ايه؟ provoked PE. ده احنا عارفين سببه. provoked PE يعني احنا عارفين السبب، يعني في سبب هو اللي عمل الPE، وده بيكون بياخد الايه التريتمنت بتاعه بيكون لمده 3 شهور، وبعد كده يرجع تاني يعمل له اسسمنت تاني، اشوف اذا كان محتاج تاني ولا لا. ولكن في الغالب بيكون 3 شهور كافيين بزياده قوي كمان. طيب في الانبروفوكد PE وفي الكانسر بيشنت، يعني اي عيان كانسر جاله بالمونري امبوليزم لازم يكمل على العلاج من 3 شهور ل 6 شهور، وفي الغالب احنا بنسيبهم لحد 6 شهور. unprovoked PE يعني عيان من اللا شيء عنده مثلا 40 سنه 50 سنه ما بيتعالجش من اي حاجه، وفجاه ما فيش حتى في ما فيش اي سبب يخليه ان هو يكون عنده هايبر كواجولابل ستيت تخليه ان هو يدخل في البلمونري امبوليزم، يبقى ده اسمه unprovoked PE. يبقى هنمشيه على العلاج لمده من 3 ل 6 شهور ايا كان العلاج بقى، اذا كان هو هيكون ابيكسابان او اذا كان هيكون الانوكسابارين او الكليكسين. واذا كان العيان بقى بيجي لك كذا مره كل شويه يدخل في recurrent PE او DVT recurrent PE، كل شويه عمال بيدخل في الموضوع ده، يبقى ده هيكون ايه؟ محتاج لايف لونج تريتمنت. هيكون بقى ماشي على الابيكسابان بقيه حياته، هيكون ماشي على الانوكسابارين بقيه حياته. مفيش واحده هتفضل حامل يعني بقيه حياتها يعني، ولكن في الغالب بيبقوا العيانين دول بيمشوا على الابيكسابان لحد ما يموتوا. يبقى كده احنا اتكلمنا عن كل حاجة انت محتاج تعرفها عن البلمونري امبوليزم، بداية من الديفينيشن بتاعه، اللي هيشتكي من ايه، الانفستيجيشنز انت محتاج تعملها، يعني الانتي كواجوليشن والعلاج ده كله. وكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. سلام.